أهلا بيكم في برنامج معلومة في كبسولة. معاكم الدكتورة رضوى يسري، دكتورة صيدلانية. هنا هتاخدوا معلومات طبية دقيقة سهلة ومن غير تعقيد، لأن صحتك أغلى والمعرفة دايما في متناولك. لاحظت شعرك بيخف؟ أو بدأت تحس إن في فراغات بتظهر في فروة راسك؟ متقلقش، إنت مش لوحدك. في ناس كتير بيعانوا من الموضوع ده، بس قليل اللي فاهمين أسبابه. النهاردة هنتكلم عن الصلع الوراثي، أسبابه، العلاجات اللي فعلا بتشتغل، والخرافات اللي كلنا سمعناها. ويا ترى هل ممكن نوقفه؟ يلا بينا نعرف. الصلع الوراثي هو نوع من تساقط الشعر اللي بيحصل نتيجة عوامل وراثية وهرمونات. اللي بيعمل المشكلة دي هرمون اسمه DHT، وده بيتكون من التستوستيرون وبيأثر على بصيلات الشعر بشكل تدريجي، بيخلي البصيلة تصغر، ولما تصغر بتطلع شعرتي أرفع لحد ما تبطل تطلع خالص. عند الرجال يبدأ غالباً بتراجع خط الشعر من الجبهة أو تساقط في قمة الرأس. أما عند النساء فعادة ما يكون الترقق في كامل فروة الرأس، خاصة في الجزء العلوي، لكن دون انحسار خط الشعر الأمامي. وغالباً تبدأ الأعراض من عمر العشرينات أو الثلاثينات، وتزيد مع التقدم في العمر. في ناس كتير بتسأل، هو الصلع الوراثي بيجي من ناحية الأب ولا الأم؟ الحقيقة إنه ممكن يجي من أي جهة في العيلة، بس الدراسات بتقول إن الجين اللي بيأثر على مستقبلات الهرمونات في فروة الرأس غالباً بيكون على الكروموسوم إكس، وده بنورثه من الأم. يعني لو والدك أصلع ووالدتك كمان في عيلتها في صلع، احتمال كبير يجيلك. بس طبعاً مش شرط، الموضوع كله بيبقى مزيج بين الجينات والهرمونات. دلوقتي نتكلم عن أهم جزء، إيه العلاجات اللي ممكن تساعد؟ متاح من غير روشتة، بيتحط على فروة الراس مباشرة مرتين في اليوم، بيزود الدم اللي رايح للبصيلات وبيحفز النمو. للرجالة والستات النتائج بتبدأ تبان بعد 3 ل6 شهور. فين 3. حقن البلازما PRP، بياخدوا عينة دم منك ويفصلوا منها البلازما ويحقنوها في فروة الراس. مفيدة لبعض الناس، بس محتاجة تكرار وجلسات. زراعة الشعر حل دائم نسبياً، بياخدوا بصيلات من الجوانب وبيزرعوها في المناطق الفاضية. مكلف شوية، بس نتيجته بتكون طبيعية لو اتعاملت صح.
الليزر الضعيف ال LLT موجود في بعض الأجهزة المنزلية، بيحفز البصيلات على النمو. الفيتامينات والمكملات زي البيوتين، الزنك، وفيتامين دي مش علاج مباشر، بس بتدعم صحة الشعر. تعالوا نكسر شوية خرافات بيسمعها كل واحد شعره بيخف. لو كل مرة سمعت فيها خرافة عن الصلع كان في جنيه بيتحط في حسابك، كان زمانك عملت زراعة شعر في باريس. أول خرافة، البس كاب كتير هتصبح أصلع، يعني كاب يساوي صلع؟ يا عم أنا لبست كاب يومين، صحيت لقيت شعري بيعيط. الخرافة التانية، احلق شعرك على السيرو وهيطلع زي الحصان. أنا حلقت شعري 7 مرات، الشعر نسي يرجع. ها ها ها. الخرافة الأشهر، لو أبوك أصلع يبقى خلاص. طب ولو خالك عنده شعر؟ خالك ملوش دعوة؟ يعني أنا محتاج شجرة عيلة شعر؟ طبعاً كلنا بنسمع الخرافات دي من ناس حولنا. الحقيقة الصلع الوراثي ليه علاقة بهرمون اسمه DHT، ومع الزمن بيأثر على بصيلات الشعر، بس في علاجات بتساعد. والمفاجأة، ولا واحدة من الخرافات دي هتفيدك. يعني بدل ما تجيب كاب ولا تحلق زيرو، روح اسأل دكتور واهتم بنفسك، مش بشعرك بس، بكل حاجة فيك. أنا دلوقتي فاهم. والخرافات؟ باي باي يا خرافات. الزيوت بتمنع الصلع؟ الزيوت ممكن ترطب فروة الراس وتحسن الشكل، لكن مش علاج للصلع الوراثي. الحلاقة بالموس بتقوي الشعر؟ لا، ده وهم. الشعرة بتبان تخينة لأنها اتقصت من عند الجذور. لبس الكاب أو الطاقية بيعمل صلع؟ لا خالص، ملوش علاقة. الصلع الوراثي مش حاجة نخاف منها، وفي حلول كتير، بس لازم نتصرف بدري. اكتبولي في الكومنتات إيه أكتر حاجة جربتوها لشعركم وفعلا فرقت. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من معلومة في كبسولة. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالمعلومة الخفيفة والمفيدة اللي قدمناها لكم اليوم. أنا الدكتورة رضوى، بشكركم على وقتكم الجميل، وبأفكركم دايما صحتك أمانة وعلمك قوتك. ما تنسوش تتابعونا وتشاركونا آراءكم وأسئلتكم، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة ومعلومة جديدة.